احلى فطاير من غير تعب ولا مجهود. اول حاجه بوله حطيت فيها بيضتين بدرجه حراره الغرفه، نص معلقه صغيره ملح، 5 معالق سكر، لو عايزينها حادقه هتبقى معلقه واحده، كيس خميره فوريه، ربع كوبايه زيت، ومعلقه كبيره من الزبده. هنزل بكوبايه لبن دافي ومعلقتين كبار من اللبن البودره، هقلب كويس جدا، وهكون مجهزه 5 كوبايات دقيق منخول. هفضل اقلب بالسباتولا بتاعتي، وبعد كده لمده 3 دقايق هلم العجينه بايدي. وبعد كده هركن العجينه ترتاح. اول حشوه معايا حشوه التفاح، هقطع التفاح عندي قطع صغيره جدا، وهحطه في طاسه عليه معلقه سكر ومعلقه قرفه على نار هاديه لحد ما يتسبك معايا. دلوقتي بقى العجينه بتاعتي بعد ما ارتاحت هقطعها ل 16 فطيره زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اول حشوه معانا هتبقى حشوه التفاح والقرفه، مش قادره اقول لكم طعمها حلو ازاي، خليط ما بين الفطاير بالقشطه كده وما بين السينابون، حاجه خطيره. تاني حشوه كان عندي شوكولاته خام او اي نوع شوكولاته. وبس كده الفطاير اللي بالقرفه هميزها، بس هحط عليها سكر بودرة.